زيزو يستاهل 100 مليون. عايز تتكلم يا جماعه. زيزو لاعب مؤدب ومحترم من منيا من بلدك. تمام. مش كده؟ من منيا برضه؟ صعيدي. بلديات. تمام. هو مين اللي رفع سعر زيزو كده؟ انا؟ زمالك. انا لما رجعت كانوا عاملين له عقد في شرط جزائي يدفع حوالي 30 مليون يمشي. تمام؟ تمام. المحترم بيتعامل مع المحترم. امير طلبه جالي هو والده عمل العقد ومضى اللي هو ماشي لغايه السعر ده 15 مليون. مين بقى اللي قال له وبعدين ده انت كده بتدمر اوضه اللبس، ده انت عندك واحد قاعد مستني كده. فتوح والله فتوح ده مؤدب وما تفتيش مستني هتديله كام؟ ده واحد ما بيلعبش ياخد 30 مليون يا جماعه في 30 مليون. طبعا عشان جده اسمه عباس يا راجل. هو في رئيس نادي محترم عيله كومبارس اسمها نادي مهنا كومبارس تحزمه وترقصه بالطبله. ايه القرف ده؟ واخدين الكاس لف ده في كل ايه ده؟ الكاس ده انا واخده 6 مرات كنت محتكره. المهم انت وصلت لزيزو كده، بس انت بتشتم زيزو ليه؟ انت كنت عايز زيزو اول ما تاخد الكونفدراليه اللي انا عارف اتاخدت ازاي. تعالى يا زيزو جدد هيجدد. لما جاي وهو خلاص في الوقت الضايع. يعني انت لو هو ابنك، انت عندك ولاد؟ تمام. لو ابنك جاي له 100 مليون ليه هو؟ واحد بيقول لك اديله 30، انت تعمل ايه؟ هعمل 100 مليون طبعا مصلحه ابني. طبعا طبعا هو ده طبيعي. انت النهارده زيزو لما كان في نادي عايز يشتريه كان هيدي الزمالك مثلا 3 مليون دولار. تمام. 4 مليون دولار مثلا يعني. تمام. وهيدي زيزو 2 مليون دولار. ما عادش فيه زمالك يبقى توفر كام؟ 4 مليون. وما عادش فيه نادي. ايوه بالفعل. خلاص. فهيدي لزيزو 2 مليون زياده دولار بقى معاه 4 في 50 ب 200 مليون. تمام؟ انت جاي لواحد شاب عنده اسره وعنده من حقه بقى. هو زيزو بعد المره دي شوف سنه هيوصل كام. فاي حد شتم زيزو ده مع احترامي دول مش محترمين خالص. وبقول للولاد اللي هم انضربوا امبارح بالجزم يا راجل ده الزمالك مغلوب 3 ورايحين فرح بنت حسين السيد ورؤوسه. هو في كده؟ بسأل هو في كده؟ لا. رايحين فرح ليه؟ ده الواحد من امبارح مغموم وضغطه ارتفع ومش طايق نفسه. ليه؟ لأن ده الزمالك مش حسين لبيب. واللي بيتعاير الزمالك مش حسين لبيب. ده الزمالك بجماهيره الملايين المحترمة. حسين لبيب ده ما عندوش دم. اقسم بالله العظيم لبيب كان بيجي يقعد هو دخل النادي 3 مرات. انا عضو مجلس اداره من 92 دخل شوف 3 مرات. تمام؟ 3 مرات اجيبه رئيس نادي. وقبليه قال لك ايه؟ ولا بلاش دلوقتي خلينا يوم الست المستشار. اي حد عنده سؤال. في واحد اسمه الست المستشار. الست المستشار. بعد حضرتك الست المستشار. عندي سؤال. عنده سؤال اتفضل يا بيه. يلا في سؤال يا استاذ. يلا يا عم. طب عدى بالراحه يا سيدي. اسال استاذ بس يا جماعه عشان اسال. طب يا جماعه ليه الاهلي دايما باصص في طبق الزمالك؟ هل ده بسبب الصفقه اللي حضرتك عملتها لما كان اول مره حد من الزمالك يقدر يجيب لعيب من وسط الاهلي لما تفاوضت مع عبد الله السعيد؟ يا راجل وعمرو زكي ومصطفى جعفر. بس ده كان لعيب جوه الاهلي. اسمع بس. والثلاثه بتوع نادي الشرطه. واخر واحد طالع اسمه الواد بتاعنا اسمه ايه؟ اللي بيلعب الشمال ده اسمه ايه؟ بنسى اسمه. انا جايبه من انبي. مصطفى شلبي طلع مع الواد بتاع السيراميك. دي مفاوضات الرئيس قال ايه؟ قال ايه؟ قال لغايه اخر ثانيه مندوب الاهلي قاعد عند الاستاذ ايمن الشريعي. ايمن الشريعي ومرتبط بالتليفون خلصها. بيتكلم عن مين؟ بعض الجماهير شفتي هانت ثانيه حضرتك اللي بدات بصفقه عبد الله السعيد
يعني حضرتك عملت الحركه دي في النادي الاهلي وبعد كده هو عبد الله السعيد كان عقده خلص ولا كان لسه ساري؟ اعمل 100 حركه. يعني إيه؟ سؤال غريب قوي. عبد الله السعيد تاني عقده كان خلص وبقى فريه ولا كان لسه على ذمه الاهلي؟ يا سياده المستشار، شفت اهانه احد العاملين بنادي الزمالك من النجم احمد العش اللي هو بتاع الجونه؟ بيقول له انت مش عارف انا مين؟ احمد العش كان بيهين احد العمال في نادي الزمالك بتاع الملابس، بيقول له انت مش عارف مين وتهجم عليه يا سياده المستشار. هل ده لو في عصرك كان هيحصل يعني؟ يا بيه مدحت عبد الهادي الكابتن قلب الاسد زق ولد هناك في المغرب. من المغرب مشيته. في المغرب بالتليفون مشيته. وبمناسبة الواد اللي بيشيل الشنط ده شيكابالا. ميلا. لا ده ايوه بيه. ده في مباراة الامارات بيجري ورا الظباط بيضربهم. بس ده بقى ايه محمي بالاسطوره الوهميه. استاذ مرتضى السؤال بس اللي عندي سؤال بس مهم بالله عليك. استاذ مرتضى لما حضرتك جيت في 2014 كان في وفقا لكلام حضرتك 999 مليون جنيه وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مديونيات وغرامات على نادي الزمالك. السؤال المهم بقى اللي محير جمهور الزمالك دلوقتي هو الاستاذ مرتضى منصور كان بيجيب الفلوس منين؟ البترول اللي في النادي. شيكابالا اتغير معاك ليه يا استاذ المستشار؟ شيكابالا اتغير معاك ليه؟ يا ابني مش وقته بقى شيكابالا. مين شيكابالا ده؟ سيادة المستشار يعني حضرتك قررت ان انت ترفع قضيه على ترامب في محكمه العدل الدوليه، ايه وجهه نظرك؟ يعني الناس بتسال. مؤتمر الجاي. الناس يعني الراي العام يا استاذ المستشار. لا انا وضحت الفيديو نزل مصر كلها شافتها. بشكركم. وعدنا يوم الاربعاء ان شاء الله. سؤال اخير يا استاذ.